ازيكم عاملين ايه؟ يلا بينا نعمل مع بعض الكوسه بالبشاميل. اول حاجه جبت الكوسه وقطعتها كده زي ما انتم ما شايفين، وبعدين رحت نزلت عليها حطيت عليها بصل مبشور، وبعدين فصين من الثوم مبشورين، وحطيت كمون وفلفل اسود وملح، وبدات ان انا اشوحها كده كويس قوي في معلقتين من السمنه البلدي او من الزبده. هنبدا ان احنا نشوح فيها كده كويس لحد ما تاخد لون، وبعد كده هنجهز معانا البشاميل. وهنجيب اللحمه المفرومه وهنبدا ان احنا نعصجها مع بعض. جبت كده بصله مبشوره، وكمان معاها فصين توم، ولو عندك جوز الطيب رشه صغيره، وبهارات من اللحمه وفلفل اسود وكمون وشويه من الملح. طبعا نخلي بالنا علشان احنا هنحط طبعا في البشاميل مرقه، وهنحط كمان ملح، وفي العصاج برضو هنحط ملح، وكمان الكوسه معانا واحنا بنشوحها محطوط لها ملح. فنحاول ان احنا نظبط الدنيا كده عشان في الاخر ما تملحش مننا. عصجنا كده خلاص المفروم كده عادي زي العصاج العادي خالص، سهل جدا وطريقته سهله قوي. يلا بينا نعمل بشاميل مع بعض. طبعا كل كوبايه من اللبن معاها كوبايه معلقه من الدقيق، وهنبدا ان احنا نشوحهم كده كويس قوي في سمنه او زبده او زيت زي ما انتي محبه. وهنبدا ان احنا لحد ما ياخدوا لون كده معانا، هننزل بمكعبين من المرقه، وبعدين هننزل كده بجبنه موتزاريلا لو متوفره عندك ماشي، مش متوفره خلاص، بس هي بتبقى حلوه قوي في البشاميل. ممكن نحط جبنه كريمي برضه، هتبقى طعمها جميله جدا، هتخلي البشاميل طعمه مختلف خالص. طبعا بنظبط الملح، وبنحط كده رشه من القرفه صغيره، وكمان رشه من فلفل اسود، ولو عندك جوز الطيب برضه مع البشاميل بتبقى جميله قوي، بس القرفه برضو بتظبط مع البشاميل بتخليه طعمه جميل جدا. قلبنا كده كل الحاجات دي مع بعضها، ودخلنا الصينيه في الفرن في الرف اللي في النص، وطلعت بالجمال ده. احلى كوسه بالبشاميل هتجربوها، هتعجبكم جدا بجد، خفيفه وطعمها حلو جدا.